طالع وكمل خلعتك دي تاني ما في زمن. العجاجل الواحد لو قعد يصنقل ويبالي العمالات العالية دي الطاقية دي حتقع من كتلة البحلق لفوق. والله انت بطاقتك الخاتيها ورا زي زبير الفيسبا دي شكلك حتوقع لك دستة في اليوم. طاقتك دي يا اخوي حلها الوحيد الا تربطها في اذانك زي الكمامة. البلد دي جات عليها هنود وفلبينيين وهلم جلا. الناس دي زي الكديسة الوالدينها جديدة. الواحد لا تحلفوا نحسان لا تحلفوا بحمد لك. والله يا كاشف تقول والدينهم بمكان التصوير جات عليهم قفاهن واحد زي عظام الضمر. شوف دي بالله البلة دي أصي صينية ولا كورية ولا لا ما تقليبها سيرمز بعد ده شاري ولا بتزع السايتة. ده شكلهم كده والد الصين يا والد كوريا لكن يبقى لي كده افلاج مؤقت ده شكلهم تجميع هنا. وبالمناسبة دي كده يا كاشف دقلي عطرون ده البلد دي ماشي ما بتكمل وفرجة ما بتنتهي. شوفوا عمل لنا شوف في موضوع السكن. انا شنطتي دي من كترة الشال جني 3 فلايت وقطيعتين. انت يا شقي مالها شنو الشنطة دي تقيلة كده؟ شايل فيها سبيرجري بوكسي مستعمل وعمود نص مفتول وموتور مويه حرقان. حاجة اللي مين قال لي فتش لي زي هنصيات. وانت اخوي كان ماذا تضرب شيل معاك الشنطة دي. لا خير لي ادق لي عطلون من نشيل دكان الزبالات الحايم بدا. لكن دقيقة ادق لك كيف؟ نحن ما عندنا شليحات بلا. حقه زول يدقك انت ده. انت كيف ما انتبهت للحاجة دي ونحن ناس الغربة دي حوشة ما دخلنا لسه. خلاص ما تشيلهم. اتذكرت قالوا المطال فيه واي فاي كده ندق له بالنت. الو يا عطلون يا اول حاجة اخبارك؟ هاي انا والبله والله هذا اللي وصلنا قاعدين نبحلق ساهي زي بطاحين المضول نودي الجايين ونجيب اللاجعين. نحن من مكاننا ده نمشي وين؟ خلاص خيل مسافة السكة ونقول عندك. قال لك حاجزينا في فندق من نسي وريتك يا كاشف. انا سريري جنب الشباك الفوق كفس بعد القلوش الكتيلة دفعناها له دي مفروض يسكننا في بيت 6 ضلة فوق حمامين وحوش وخطوش نيمة وعنقلب هباب. خلي بالك يا كاشف يا اخوي انت مرقت من السودان لكن السودان ده لسه ما مرق منك. وصلنا بالسلامة وكملنا خلعتنا وتوجهنا لصديقنا القديم عطلون. كان في السودان واحد من أقبل تماسيح السوق هو أقنعنا نجي هنا ولانا نحن ما عايشين ومضيعين زمننا في السودان ساي. قال لنا هنا الحياة لخية وأيامنا حتكون والدية والقلوش مشتة تلاجل لخمها واختلع علينا نأجل معاه في شقة ووافقنا عشان هو بلاه وعايز ناس يلاقوه مع انه المبلغ كان كبير بس اضطرينا نوافق لانه ما بنعرف غير زول في البلد دي. يا كاشف نحن شكلنا طلعنا المسجد كده تأكد من الوصف ده صح؟ متأكد يا هو ذاته نفس الوصف بس شكل الليلة عنده ضيوف.